اشرب اشرب اشرب، ده انت صدرك ولع من سكرو اوسكار. السلام عليكم، ازيك وازاي معيزك وازاي اي حاجه ماسكها في ايدك. عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. انا كويس ويهمني ان انت كمان تكون كويس. الحمد لله على السلامه، بقالنا كتير وايه والدنيا بقت صعبه، وباين من العنوان ان القصه دي حزينه، وطبعا طبعا طبعا نهائي ما حصلتش. هتستغرب شكلي شويه بالحلاقه، بس مع الوقت هنتعود وكل حاجه هتبقى تمام. هتنيكش عمال ابص كده، انا مستغرب شكلي امور قوي في الكاميرا دي، مش عارف. المفروض اخد بطوله مطلقه والله في السينما والبتاع بعد المشهد اللي طلعت بيه في الساده الافاضل. بمناسبه الحلاقه، فانا بحلق عند حلاق اسمه اسامه واخوه اسمه هاني. الحلاق فاتح في مول صغير كده، وانا طالع المدخل بيبقى فيه صيدليه بره جنبيها الحلاق، والحلاق فاتح مطرحين، حته على الشارع وحته من جوه، وفي نفس المكان في جيم، بس مش ده اللي انا بروحه لان هو جنب البيت، فانا ما بحبش اروح الجيم اللي جنب البيت ده، اشتركت فيه قبل كده سنه وما رحتش خالص. فاحنا قلنا عندنا صيدليه جنبيها الحلاق والبوابه، وبعد كده في محل ورد اسمه عاشقه الورد او محبه الورد او اللي بتتمرمخ في حب الورد، حاجه كده يعني. وكان فعلا في واحده عاشقه ورد واقفه بره، بنت شكلها يدي ان هي في اوائل العشرينات، في النص الاول من عشريناتها يعني، نقول 23 24 سنه، لابسه كويس، وحبيبتي واقفه متوتره جدا جدا، عماله تتكلم في التليفون ومحدش بيرد عليها، ويبدو كده انها بتحاول تبذل مجهود او بتحاول تثير اعجاب حد ما هي بتحبه. وجه في بالي ساعتها بقى السنوات العجاف، وان قد ايه الانسان بيبقى بيبذل مجهود في الحته الغلط. شكلها كده علاقه توكسيك، وشكلك كده مش هتكملي في اللي احنا فيه، ربنا يتولاك يا رب. سيبناها في حالها ورحنا دخلنا يمين. اول ما بندخل المول، شاب جميل كده اسمه محمد، طول بعرض بارتفاع ببروز، واخد عليها تصاريح طبعا، قاعد قال لي مستر يحيى. قلت له ازيك يا كابتن؟ ان انا مستر. شعرك ده ولا زعاف؟ تشرب ايه لحد بس ما مستر اسامه يخلص؟ هات لي قهوه ساده بن غامق. وقعدت بره، عاملين كرسيين صالون كده، بتقعد تشرب عليها قهوه لحد ما دورك يجي. وفي المحل اللي على اليمين بيطل على الشارع، والمحل التاني اللي يعتبر في وشه بس من جوه. قعدت امصمص في الفنجان واتفاجئ باني سمعت اسمي. هو قال يحيى عزام، فرحت اما مطرطق وداني، وهي زي ما انت شايف ايه تسعى للطرطقه يعني يجي منها. بالك انت يا باشا، ده في واحد ملياردير بيلعب بالفلوس لعب، لسه بايع لعبه ب50 مليون دولار، معاه الجنسيه الامريكاني ومعاه الانجليزي ومعاه الاسباني ومعاه القطري والتركي، وما يرتاحش غير تحت المقص بتاع عم اسام. يبدو ان الانطباع اللي متاخد عني ان انا غني ومتريش. ابتسم ابتسامه الاغنياء دي ليه؟ بشرب اخر بقين موجودين في فنجان القهوه، الاقي نوتيفيكيشن جايه من شلبايه. ايه يا مدير، ازيك، عامل ايه، الاخبار، يا صباح الخير، يا رب تكون كويس دلوقتي. هو مش فويس نوت، بس انا بقرا كل حاجه بصوت الشخص اللي بعت. ايه يا مدير، ازيك، ايه الاخبار، عامل ايه. طيب دلوقتي الناس اللي انت كنت طالبهم علشان يعملوا الانترفيوز نص ساعه وهنبدا الانترفيو، فشوف انت حابب تكون موجود امتى. رديت عليه بالسكر الوسط عبده اللي بيغمز ده وخلاص. حلقت الحلاقه المتينه. الكلام ده كان من امتى؟ كان من حبه، من حوالي شهرين 3. انا برضو راجل ايه مسن جدا، فبفتح كل حاجه قريبه من بعض، فتلاقي الشركه على بعد 200 متر من البيت. ليه؟ عشان بس وجع الدماغ. دخلت صبحت على ابو ياسمين، بعد كده دخلت على محمد. ازيك يا محمد، اعمل لي قهوه بالله عليك يا محمد. احنا كنا طالبين ايه؟ احنا كنا طالبين 2 اكاونت مانجرز، كنا طالبين فاسيليتي مانجر اللي هو الشخص بقى اللي واخد باله من المكان، النواقص وايه الحاجات وبيرص العده والكلام ده كله. وكنا محتاجين كمان ايه 2 3 سينيورز كونتنت كرييتورز. اول انترفيو كانت حاجه ظريفه جدا لبنت لطيفه جدا اسمها عهد. فاحنا بقى نحب الاسامي القديمه بقى، فاهم؟ عهد وبوسينه وكوثر، مصر كلها بقت حلا وتلا وجودي ولودي ازيك يا عهد، عامله ايه الاخبار. عهد كانت فتاه في اوائل العشرينات، لطيفه جدا، وباين انها مثقفه جدا، ومتخرجه من كليه مرموقه، واشتغلت قبل كده 6 شهور ومشيت، ما كملتش في الشغل. ليه؟ علشان she didn't feel like working in this environment. تمام. طبعا what do you expect بقى، المرتب بيشيعك. الانترفيو عندنا يا جماعه بيبقى ليه 3 فقرات. اول فقره انا بتعرف عليك، تاني فقره بنشوف انت وضعك ايه، يعني انت شاطر، شغلك قبل كده كان عامل ازاي، الكلام ده نتناقش في السي في الجميل بتاعك. تالت فقره هي انا بشوف بقى انت يا اسطى دمك خفيف وهتظبط الدنيا معانا، ولا اتم وكئيب وما بتحبش الهزار. عهد ظريفه جدا ودمها خفيف، بس عايزه مرتب كبير جدا. شوف انت بتاخد كام بره، هتيجي تاخد نصه عندنا. ليه؟ مش عايز تبقى ابن الشركه ولا ايه؟ كلنا هنا اولاد شركه، ده اولاد شركه وده ابن شركه وده ابن شركه، كلنا اولاد شركه. جايبين مكنه اسبريسو نضيف، هنشرب قهوه ببلاش، خلاص اعمل ايه تاني؟ سايب لكم الحمام مفتوح، اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ طبعا انا بهزر، مش محتاج اوضح ده. ايه المشكله اللي ممكن تواجهنا في الشغل معاك يا عهد؟ انا مشكلتي ان انا بتوتر وعندي انكزايتي
وعندي شويه حاجات كده، ولا اي حاجه خالص، عادي. دي كلها حاجات بنتعامل معاها، وكلنا اصلا بنتوتر من ضغط الشغل والكلام ده كله، مفيش مشاكل. تاني واحد معانا مين؟ معانا مراد. ايه الاسامي الجميله دي يا جدعان؟ مفيش ولا واحد خالص اسمه محمد موسى مثلا، فاهم قصدي؟ مفيش خالص. ازيك يا مراد، عامل ايه الاخبار؟ شاطر في شغله وبيفهم وعارف هو عايز ايه من الدنيا والكلام ده كله، وفوق ده كله دمه خفيف. ما احنا عايزين سينيور كونتنت كريتور يطلع لنا فكره برنامج جديد، يالف لنا لعبه جديده، بدل يعني ايه ال 900,000 واحد اللي على القناه اللي بيقضوا عشاهم اوسكار. طيب يا مراد، تفتكر ايه الحاجه اللي ممكن، المشكله اللي ممكن تواجهنا معاك في الشغل؟ يعني ايه اسوأ حاجه فيك؟ طبعا احنا بنسال السؤال ده ليه؟ عشان لما يجي واحد يقول لك انا مشكلتي ان انا عصبي، انا ما بشوفش قدامي، انا تعبان في دماغي. قال والله انا مشكلتي ان انا صوتي عالي جدا وما بقدرش اكنترول حاجه زي كده. قلت له لا ان شاء الله يا حبيب قلبي هنكنترول. رحت مميل كده على شلبايه، يا شلبايه الصوت العالي غرامته 50 جنيه في المره. احنا كده كده عاملين في الشركه عندنا نويز سنسور. شوف برضو، ما انا برضو معجباني، ما انا برضو ريخ، ده انا عامل تايمر للحمام. لا انا بهزر، كنت عايز اعمل كده بس قالوا لي دي افترى، يعني ما تعملش كده. بنت ظريفه لطيفه جايه مقدمه برضو على كونتنت كريتور واكونت مانجر وبتاع والكلام ده كله. كان اسمها ايه؟ كان اسمها منال. الله الله على الزمن الجميل. ازيك يا منال، ايه الاخبار يا منال؟ كذا 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 كذا. ايه المشكله اللي ممكن تواجهنا معاكي يا منال؟ انا بجد مشكلتي ان انا دبش فشخ، انا دبش فشخ، انا اللي في قلبي على لساني وبجد مش عارفه خالص بجد. تمام. دي مشكله نقدر نتعامل معاها عادي. وات دو يو اكسبكت؟ طبعا يا منال، منال طبعا ضربت رقم كبير قوي. لا يعني يا منال ما تشطحيش باحلامك قوي كده، انت هتشتغلي بتلت المرتب اللي انت طالباه. قالت بصوا طالما الفايبز حلوه فانا تمام. بجد حظها وحش قوي منال، من اول يوم اصلا كانت بتطلب ماتشة. بعد منال جه الدور على حسن. ازيك يا حسن، عامل ايه يا سحس؟ ايه الاخبار يا سحس؟ تمام، واضح ان مؤهلاتك جميله وشغلك ظريف والدنيا كويسه، وسحس كمان من سني من دوري، فالراجل في الرايق قوي وظريف ودمه خفيف وبتاع. مشكلتك ايه يا سحس؟ انا مشكلتي ده راجل باقي، بصحى الصبح اضرب البتاع والسجاير. يا شلبايه احنا مش حاطين سموك ديتكتور علشان السجاير. هو عموما احنا اسفين يا سحس، هو ممنوع السجاير طبعا في المكان، اي مكان له باب ممنوع التدخين فيه. قال لي خلاص مش مشكله، ما انا جايب معايا الفيب ال50 ملي جرام نيكوتين. قلت له لا، ما هو الفيب زيها زي السجاير برضو، احنا مانعين برضو الفيب. خلاص امري لله بقى، اجيب الايكوس. هو انت ما فيش حاجه ما بتشربهاش يا سحس؟ ما احنا برضو مش عايزين نقلبها مقله ريحه محمصه قوي وبتاع على فيسا وبتاع، لا بلاش برضو الايكوس. بص يا سحس، احنا عندنا جنينه ورا، وقت ما تحس ان انت عايز تسجر، طبعا احنا نتمنى ان احنا نساعدك انك تبطل السجاير رجاء يا سحس. يعني ايه تبقى فايق وانت جاي الصبح، احنا ملناش دعوه بحياتك الشخصيه، حياتك الشخصيه ليك. هل يا سحس كونك راجل مائي ده يأثر على الشغل هنا؟ فقال لي لا تمام مش هتأثر في حاجة وتمام. آخر واحدة كانت بنوتة ظريفة لطيفة جدا اسمها فاطمة. ازيك يا فاطمة، ايه الأخبار، عاملة ايه؟ ايه هي المشكلة اللي ممكن تكون بتخلينا نزعل منك؟ فاطمة كانت يعني ايه سنها اكبر شوية من بقية البنات، تقريبا ايه قرب اواخر العشرينات خلاص، فواضح ان هي عندها خبرة عملية. وفاطمة كانت جاية عشان تبقى الفاسيلتي مانجر، فاحنا جايبين واحدة ست بيت شاطرة اصلا، يعني واضح قوي من كلامها، واشتغلت قبل كده ان هي ايه في لوكيشنز تصوير. ايه المشكلة يا فاطمة اللي ممكن تواجهنا معاكي؟ فاطمة قالت لا والله انا تمام، يعني مفيش اي مشكلة خالص يا فاطمة ممكن تخلينا نزعل منك او تزعلي مننا. قالت لا خالص والله، انا بس مشكلتي ان انا ما بحبش اعمل كذا حاجة في نفس الوقت. هي بتحب تركز في حاجة واحدة تجيب اخرها. برافو عليك يا فاطمة، احنا زمايل، بدأنا من يوم الحد تقريبا او من يوم 1 أكتوبر، ايهما اقرب مش فاكر قوي لان القصة دي ما حصلتش. فبدأنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بطبيعتي صاحب الفراشة فما بروحش بدري، ليه؟ ما انا صاحب الليلة بقى، ومواعيد الحضور من الساعة 11 للساعة 8 بالليل. والله سيادتك راجل عنتيل وعرفت تخلص شغلك بدري، روح. فبدأنا اول يوم كل الناس جت في ميعادها الا مين؟ اسيبك انت تخمن. منال جاية متأخر شوية، منال تحت عينيها مسود شوية ومعيطة حبتين.
مقريفه كده ومودها مش المود مش حلو وبتاع. من اول يوم شغل يا منال جايه متاخره. ايه يا منال ايه اللي حصل؟ بجد يا جماعه الطريق وحش، السواق اوبر كان وحش، والماتشه جات لي بارده وبتاع. ماتشه بارده؟ هي مش ماتشه بتتشرب ساعه اصلا بكوكونات ميلك ولا مش فاهم، بس ممكن يكون ليها فاريشنز مختلفه ولا ايه، الله اعلم. هتقولها ماتشه، البنت محتاجه ماتشه. احنا اسفين والله يا منال، مكنه الاسبريسو بتاعتنا حقيره وضيعه، ما بتعملش ماتشه. ان شاء الله باذن الله في الابجريد اللي جاي هنجيب فيندنج، مش هفتح لك فرع الراف عندنا. يا جماعه ريحه السجاير دي واحنا في حضانه؟ هو في حد بيشرب سجاير في حضانه؟ ايه اللي انا قلته ده؟ ما تشوف لنا يا شلبايه مين يا شلبايه اللي بيدخن ده يا شلبايه، احنا مش كاتبين ده، انا حاطط ممنوع التدخين يا شلبايه في وش كل الناس يا شلبايه. في عقب سجاره مرمي يا عهد، سمع الله لمن حمده. عهد بتصلي الظهر اصلا جوه في المكان اللي احنا عاملينه للصلاه، مكان للصلاه والكلام في التليفون علشان ما حدش يقتحم خصوصيتك يعني. يا منال بس سيبني دلوقتي، انا قاعده ايه بشتغل ومركزه، كفايه ان انا متاخره ساعتين في اول يوم، فاي دونت فيل لايك سجاير بجد. سحس يا باشا، لا والله يا باشا انا حتى ما جبتش سجاير النهارده معايا، انا سايبها بره اصلا والله في العربيه. خلاص يا سحس مش هكدبك يعني، حاسس عيل صغير بقى، دي كلها تحريات كلب انا بعملها كده في الخباثه يعني. ما تشوف لنا كده يا فاطمه لو سمحتي مين اللي شرب السيجاره دي. فاطمه طبعا حاطه في ودانها السماعات، الله اكبر عليها فاطمه دي يعني، وماسكه الاستوديو مش ترويق. يا فاطمه احنا شكرا بس ده مش دورك يعني، في ناس بتيجي تنظف وتروق. لا ازاي؟ انا ADHD وعندي هس نظافه. عارف انت امك لما ترجع من عند الدكتور ويقول لها انت عندك انزلاق غضروفي وخشونه في المفاصل ومحتاجه تعملي استئصال ودان مثلا يعني، فاهم؟ بعد الشر على الحاج، تقوم جايه قايمه نافضه البيت كله وشايله السراير وشاده الملايه من تحتك وتكنس تحت رجلك بالمكنسه، وبعد كده تقول لك ما انا ما خلفتش رجاله، وبعدها تقعد 3 اسابيع راقده مش قادره تغسل المواعين، في الاخر اختك وتقوم هي تغسل المواعين فتقشف علشان شي didn't feel like مواعين anymore. عارف انت وجع القلب ده. طيب اول يوم عندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا، ان في حد جه متاخر، ده من الناس الجديده من الباتش الجديد. وطبعا انا قاعد بقى انا بهس انا وبقيه البرتيته، انا وتيحه وحديده، يا جدعان ما قولوا للناس كذا النهارده عندنا يوم تصوير وفي ناس جايه تعمل مش عارف ايه وبتاع، بلاش سجاير، يا ريت ننبه على الكل بعد ما خلصنا تصوير. فالدنيا بتبقى زحمه حبتين، فالمكان بيحتاج ايه ظبطه يعني. بفتح التلاجة، واحنا تلاجتنا عمرانه يا جماعه بالمناسبه، تلاجتنا هتلاقي فيها حاجات كتير بجد، تلاجه الشركه فيها كتير والله يعني. تفتح كده تلاقي دي الجبنه القريش بتاع التيحه، وده البيض المسلوق بتاع حديده، ده الزبادو فراوله بتاع سحس، وده الجريك يوجرت بتاع منال، ودي سلطه زبادي، ودي سلطه يوناني، ودي علبه تونه، وفي بوكس كده 24 حته فراخ من دجاج بندق. وانا مبطل فرايد تشيكن يعني بقى لي حبه يعني. مين كان جايب البتاع دي؟ حد من الشباب، وكل يوم بيسخن له حتتين في الميكروويف، اللي هو قال لك نعمل ايه انفستمنت يعني، فاهم؟ بيجيب 24 حته كل يوم جاي مسخن له حتتين في الميكروويف وياكلهم في ايه في البريك يعني. ففي يوم واحنا قاعدين الاقي لك شلبايه جاي، بقول لك يا مدير خير يا شلبايه يا جماعه، هو اللي كان ايه اللي ماسك الليله كلها من معايا بعدي على طول يعني. الشباب محتاجين يكلموا معاك في حاجه، احنا بنتسرق تاني، كل ما يبقى معايا فلوس اتسرق، وانا ايه ما بحرمش؟ لا ازاي؟ يلا بينا. قعدنا مع الناس، انا مش بتريق عليك يا شلبايه والله انا بحبك، بس انا بحب اقلد الناس يعني. نقعد مع الناس، ايه الاخبار يا رجاله؟ كله تمام؟ حسن بيعترض، خير يا حسن؟ بص يا اداره، حديده كان قايل لي على دجاج بندق، جبت منه وجبه ال 24، كلت حتتين اول يوم، يبقى كام؟ حديده راح قايل 22. قال لي حلو. انا ببص لقيتهم 21، فانا اتسرق مني دبوسه. فقلت لا دي دي عيلت قوي يا جماعه بصراحه. احنا قاعدين بنتكلم في ميتنج كرييتيف، قلت ماشي ممكن ده جزء من احنا ممكن نلعب ايه، نعمل زي مافيوزو كده بتاعت بيس كيك، اللي هو ايه مين اللي كل الدبوسه. احنا يا جماعه قاعدين بجد القعده دي عشان نتكلم في مين اللي خد الدبوسه. حد عايز يقول حاجه يا جماعه؟ فقلت له معلش يا حسن عندنا الدبوسه دي، حقك على يعتبر ان انا اللي كلتها حسن. قال لي لا مدير، اصل انا جاي من هناك، فهي دايما بتبدا بدبوسه. وبعد كده ايه اللي هيحصل هنا؟ هيسرق الصدر. ما خلاص يا حسن، حصل خير يا سيدي، معلش. كملنا بقى الميتنج بتاعنا وشوفنا بقى الافكار اللي هنعملها. مستر يحيى، ايوه اتفضلي، بجد انا محتاج اتكلم معاك في حاجه مهمه فشخ. خير يا منال؟ اتفضلي. انا كنت جايبه 3 تفاحات حطهم في الثلاجه، كلت واحده والتانيه جايه كلها في البريك، ما لقيتهاش، في تفاحه ناقصه. كان عنده حق حسن فعلا، هي بتبدا بالدبوسه. قلت لها احنا اسفين جدا. طب انا هبص في الكاميرات حاضر وهشوف التفاح. طبعا في مكانين مش محطوط فيهم كاميرات غير الحمام يعني، فمدخل الحمام والمطبخ.
لان انت مش هتخون في اكل يعني، ما برضو ما يصحش يعني، احنا مش في شقه طلبه. بعدها الاقي حديده بيقول لي يا زعيم. قال له ايه يا حديده؟ قال لي انا شاكك في مين اللي خد التفاحه. قلت له ايه ده انت عرفت؟ قال لي اه. اشمعنى؟ قال لي اصل انا بتمم على الحاجات اللي في الثلاجه كل يوم عشان انت مأمني امانه. قلت له لا امين والله يا حديده ربنا يخليك والله. قال لي اصل انا كمان اتسرق مني جبنه قريش. قلت له جبنه قريش دي بتاعت تيحه. قال لي لا، ما الجبنه القريش بتاعتي غير بتاعت تيحه. تيحه بيجيبها من انستا شوب، انا بجيبها من بريد فاست. انجز يا حديده، انا اتسرق مني جبنه قريش. ايه يا جماعه الجوع ده يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ ده فطار وغدا وعشاء يا جماعه، ايه ده؟ انا عندي فكره. قلت له ايه؟ وراح مطلع من جيبه سم في قلت له حديده انت بتفكر في اللي بفكر فيه؟ قال لي اه. انت عايز تموت بني ادم يا حديده؟ قال لي لا والله انا فاكر ان في فار في المكان عادي. قلت له لا يا حديده، فار ايه يا حديده؟ ده ايه الفار الرياضي ابن اللذينه ده؟ وفار ايه اللي هيخش ياخد الدبوس ويمشي؟ انا المكتب بتاعي يا جماعه بجرس تيت كده يعمل عشان بس ان يبقى في حد واقف بره، فانا افتح له الباب من عندي تيت يقوم جاي داخل، عشان ما اقومش كل شويه ولا اجيب سكرتيره بقى والجو ده. احنا تخطينا المرحله دي يعني. مين اللي داخل المره دي؟ مراد. مستر يحيى. يا مراد يا مراد بقالي كتير ما سمعتش صوتك يا مراد. كان عنده حق فعلا، عنده مشكله في الصوت العالي. مستر يحيى انا عندي مشكله كبيره جدا. خير يا مراد؟ الهاند فري بتاعتي كنت حاططها فين يا مراد؟ في الجاكيت بتاعي. والجاكيت بتاعك كان فين؟ في الحمام. انا بفتكر يا مراد مش ممكن وانت جاي مثلا في المواصلات ولا حاجه اتنتشت منك؟ لا انا ببقى لابسها في وداني وبتاع. طب يا مراد ما تزعقش، الدهان هيقع يا مراد، صوتك عالي قوي يا مراد. تيجي فاطمه. بص بصراحه يا مستر يحيى انا مش مرتاحه خالص، انا في حاجه لازم اقولها. انا بصراحه كنت جايبه 2 ريد بول، واحده اشربها بالنهار واحده اشربها بالليل يوم التصوير، وما لقيتهمش. قلت لها ممكن يكونوا راحوا في الزحمه، علشان انت عارفه تصوير ادهم بيبقى فيه ريد بولات كتير، فالضيوف كلها بتشرب. قالت لي لا انا الريد بول بتاعتي معلماها، عامله عليها علامه بالروج. ايه يا جماعه سكن الطلبه اللي انا فاتحه عندي ده يا جماعه؟ ده يا جماعه ما تطلعوش عين اللي جابونا بقى يا جدعان بقى يا جدعان. ما طلعش فار يا حديده. فار ايه ده يا حديده اللي هياكل دجاج بندق وجبنه قريش وطبعا هيقعد بقى يسمع مزيكا بمزاج وبتاع. جالنا حسن في الاخر. بقول لك يا ريس اؤمر يا حسن، انا عدم المؤاخذه يعني كنت جايب تمن بن كولومبي اصلي في الفريزر، خايف عليه يسيح. طيب ليه حطه في الفريزر؟ لا اسمع، عشان ما يشمش رطوبه، لان الحبايه دي بتبقى. ايه اللي حصل يا حسن؟ شمت رطوبه. طيب لا اتسرقت، تمن بن اتسرق. والله اتسرق كله. هو مين الحرامي الجعان ده يا جماعه؟ المهم قعدنا كلنا بقى مع بعض، عملنا ميتنج كده اللي هو يا جماعه، وطبعا عيب اللي انا هقوله ده، احنا كبار قوي على ان احنا نتكلم في الكلام ده، كلنا هنا كويسين وكلنا هنا تمام وكلنا هنا جايين من بيوت شبعانه والحمد لله، بس يعني حركات مساكن الطلبه دي ما تنفعش. طبعا انا مستعيب قوي اللي بقوله، انا بتكلم مع ناس كبار بشنبات يعني وانيسات كبار يعني. فيا جماعه بمنتهى الوضوح، لو حد بياخد حاجه حد من زمايله بلاش يعمل ده، علشان دي حاجه مش ظريفه ومش لطيفه ايا كان مين. قصدك ايه يعني يا ريس؟ يعني انا ممكن اعمل حاجه زي كده؟ هنرجع لك هجيب لك هاند فري مكانها، انا اسف، هجيب لك سماعه غيرها والله حاضر. يا جماعه انا الاول كنت مبسوطه، دلوقتي بقيت حاسس ان الفايبز هنا بجد مش احسن حاجه. طب ما تسمعينا صوتك يا عهد مره يعني. تمام، مفيش حاجه اتسرقت منك يا عهد خالص. انا اتسرق مني اندومي حديده. هو مش انا مانع السجاير والاندومي؟ طيب الحمد لله مصيبتك جت خفيفه، الراجل ده اتسرق منه دبوسه. طيب هنعمل ايه بقى يا حديده؟ هنعمل ايه يا تيحه؟ فتيحه راح داخل لي بالحل السحري، قال لي بص بصراحه انا شايف في الحالات اللي زي كده احنا نرمي طعم، ده بيسرق اندومي، فده كده مش حد جعان يا جماعه، ده هو كده حد بيستلوح، هو عادي واحد قاعد في وسط اخواته يعني. هو يا اما حاجه من الاثنين، يا اما هو بجد حد مهزأ جدا، يا اما حد بيتعامل مع الناس كلها على ان هم اخواته. فاحنا لفتنا انتباه اهو قدام الكل يا جماعه، احنا كلنا اخوات وكلنا بس في الاول وفي الاخر احنا شركه وبيئه عمل، فما حدش ياكل اكل اخواته يا جماعه لو سمحتوا. عندك كان زي ريد بول حطها في الثلاجه، قول تافف فيها عشان ما حدش يشرب بقى خلاص بقى. وعدى شهر اكتوبر بكل الدوشه اللي حصلت فيه، والحمد لله ما بقاش في اكل بيتاخد من الثلاجه، لان الناس بطلت تجيب اكل من الثلاجه، بقوا يجيبوا دليفري ياكلوه يخلصوه، وكل واحد بقى عارف انا هجيب على قد اكلتي، على قد بطني. نص فرخه فهي النص فرخه، هيتبقى اي حاجه فانا عارف انها هتدخل الثلاجه مش هتطلع. خلاص دخلنا في شهر 11، ساعتها انا كنت رايح سوبر بتاع الاهلي والزمالك، يوم الماتش اظن كان يوم 9، تجي لي مكالمه تليفون من حد من الناس اللي شغالين معانا. طبعا انا راجل نزيه، كنسلت واتصلت انا عشان هم ما يعرفوش ان دي مكالمه دولي. قالوا السلام عليكم. ايوه يا فلانه. ايوه يا مستر يحيى، احنا اتسرقنا. اللي مكلماني حد من الناس القديمه. ايه اتسرقنا؟ حاجه جديده جدا ما سمعتهاش بقالي شهر. سرق طبق كشري طيب المره دي ولا عمل ايه؟ طيب احنا اتسرق مننا فلوس. طب اديني شلبايه. ايه يا مديري الاخبار؟ ايه اللي اتسرق؟ قال لي انا هشوف الخساير واكلمك. رحت متصل بحديده. السلام عليكم. ايوه يا حديده، ايه اللي حصل؟ منال اتسرق منها 1500 جنيه، حسن اتسرق منه 350 جنيه، مراد اتسرق منه 35 جنيه فاطمه اتسرق منها
600 وعهد اتسرق منها 600. انترستنج. يعني كده اجمالي الخسائر 1500 على 350 و35 جنيه. رقم يعني حسابها انت وشوف كام يعني. فواضح ان حسن كان عنده حق انها بتبدا الاول بدبوسه. فالحرامي اللي كان موجود ابتدى يتغطرش. السلام عليكم. ايوه يا عمر، اللي هو حديده يعني. بص يا عمر، روح المكان الفلاني، افتح المكان الفلاني، انت عارف الباسورد، ادي المنال 1500 جنيه، ادي العهد ال 500 جنيه ولا ال 600 جنيه، وادي ال 350 جنيه لحسن، وهات طبق رز بلبن لمراد. الكلام ده كان يوم الاحد. يوم الاثنين وصلنا. تيحة بيصحيني الصبح، بقول لك ايه قوم. فبقول له ليه؟ قال لي في كاميرا اتسرقت. قلت له لا استهدى بالله، انا لسه راجع من ماتش السوبر وما لحقتش اشوف قدامي. كاميرا اللي اتسرقت، احنا بقينا يوم الثلاث. كاميرا اللي اتسرقت. قال لي ايوه في كاميرا مش لاقيينها. اوكي، بنتكلم في 100 وشويه الف يعني. المسؤول عن الكاميرات اصلا وعن الفينيو، الجزء اللي هو بتاع التصوير الاستوديو، هي فاطمه. ايه يا بطاطا؟ وكاميرات المراقبه يا بطاطا اللي احنا حاطينها جوه دي ايه وضعها؟ المهم انا جاي، رحت متجه على المكتب وانا بقول لا ده كده كتير. انا بالفعل كنت بدات اشك في حد، كان ليا اسبابي، وكان يبدو ان اللي سرق عايز يلبس حد تاني. انا ما حسيتهاش. اي دونت فيل لايك ماتش بصراحه وقتها يعني، على راي منال. وكان بالنسبه لي احنا كنا ماشيين كويس لحد ما الخمسه دول جم. بس في نفس الوقت انا ما ينفعش ابدا. حتى ساعتها كانوا عايزين، لما انا كنت قبلها لسه في الامارات في يوم الماتش، عمالين يقولوا طب نفتش ومش نفتش. انا رفضت تماما ده، لان لا احنا بجد قلبناها فصل. مستحيل، مش هسمع كده. ايه يعني اللي اتسرقوا كانوا 3-4 آلاف جنيه؟ يا عم ربك بيرزق، نعتبرها صدى. لكن كاميرا، عده، اكويبمنت، اسيت من الحاجات بتاعتنا، فده معناها ان اللي سرق ده يعني بيحط صباعه في عيني. عرفتوا ازاي ان الكاميرا اتسرقت يا حديده؟ والله انا جاي اشوف الكاميرا اللي كانت بايظه امبارح في تصوير ادهم. كان في كاميرا فيها مشكله مش عايزه تشتغل، فشلتها وحطينا مكانها كاميرا تانية. فالنهارده جاي ببص على الكاميرا اللي ما كانتش شغاله دي، اشوف الدنيا فيها ايه. في مشكله في الباور سبلاي، في مشكله في البطاريه. ما لقيتش الكاميرا اصلا في دولاب العده. دولاب كبير قوي كده قافلينه، بس بنسيبه مفتوح ايام التصوير علشان بيبقى فيه رجلين كتيره في الاستوديو. فاللي سرق عايز يبروز حد من الناس اللي كانوا بيصوروا في الحلقه بتاعت امبارح. ليه؟ لان في ناس كتير قوي، بيبقى في حوالي 15-16 واحد قاعدين في الاستوديو ساعتها. بس ازاي؟ ده الكاميرا كاشفه الحته بتاعت الدولاب، بس في ستاره كده بنشدها قدام الدولاب علشان بيبقى فيه تصوير وبتاع، فتبقى خلفيه تصوير يعني الستاره الحمراء دي. طلبت كل واحد منهم يجي لي واحده واحده كده ندردش مع بعض في المكتب. سحس انت في حاجه مضايقك؟ يا ريس انت شاكك في ايه؟ يعني والله يا سحس انا شاكك في الكل بلا استثناء يعني. قال لي ازاي طيب يا ريس؟ يعني ده انا معايا عربيه. قلت له عادي يعني. ياسمين عبد العزيز في الفيلم بتاع مصطفى قمر ده كانت غنيه جدا وكانت بتسرق، فتمام. قال لي بص يا ريس، انا ممكن اكون بشرب وبصبح بس لا يمكن امد ايدي ابدا. وبعدين اشحال انا اتسرق مني الدبوسه قبل كده. قلت له يعني ما يعني اتسرق منك دبوسه فبقيت محصن ضد انك تسرق؟ طبعا ما اتكلمتش بالبجاحه دي. قلت له لا طبعا خالص، انا بس بسالك كام سؤال كده يا حسن، بشوف الدنيا فيها ايه وخلاص. شكرا يا حسن، لو حابب ان انت ما تكملش معانا براحتك. قال لي لا يا ريس، اصل اللي سرق ما سرقكش انت لوحدك، ده استغفلنا كلنا. طالما اللي سرق ده واحد من وسطنا وهو عايز يلبس حد تاني، فمعنى كده ان مش انت اللي بتسرقني، اللي سرق ده سرق وسرق. شكرا يا حسن، روح اشرب سيجاره خلاص. اتفضلي يا عهد. ازيك يا عهد، عامله ايه؟ وكان باين قوي انها متوتره، لان هي قالت من الاول ان مشكلتها انها بتتوتر بسرعه. ايوه ازيك يا مستر يحيى، ايه الاخبار، عامل ايه؟ ازيك يا عهد، انا عارف ان الموضوع موتر، خصوصا ان انت لسه مسروق منك اول امبارح حوالي 500-600 جنيه، فانت خدتيهم بالسلامه. بصراحه بجد الموضوع مش حلو خالص، والاجواء هنا مش مشجعه ومش كويسه، وانا بصراحه مش حابه خالص فكره ان حد يتعامل معانا بالطريقه دي وبتاع واحنا بنتسرق. دي حاجه مش كويسه خالص، وزي ما قلت لك في الاول دي مش اول مره. انا يعني الموضوع يوصل لكاميرا دي حاجه كبيره جدا، و500 جنيه وبعد كده وقبلها يتسرق مني اندومي، وبجد انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. طيب انت في حد معين شك فيه؟ قالت بصراحه بس مش هينفع اقول يعني، حاسه ان منال ممكن تعمل حاجه زي كده. طيب تمام اتفضلي. طبعا كانوا مين قاعدين معايا بقى؟ البرتيته القديمه، حديده وتيحه ولؤي. بعد كده اتفضلي يا منال. بصي يا مستر يحيى، بصراحه الموضوع مش حلو خالص، وبجد بجد بجد انا ما شفتش في حياتي كده. انا اشتغلت كتير قوي في اماكن كتير، انا بجد مش مرتاحه، وبجد حاسه ان الموضوع ما بقاش حلو خالص، والفايبس بقت مش كويسه. فانا بجد ده ممكن يكون اخر شهر ليا وهمشي ومش هاجي تاني. ده ريد فلاج. ده يبدو ان منال عايزه تمشي بعد ما الموضوع اتسرق حاجه كبيره. هل ممكن تكون عهد عندها
حق وان منال سرقت، الله اعلم. طيب يا منال استني معانا لحد ما الشهر يخلص وبعد كده امشي، وعلى الاقل تلحقي تدوري على شغل يعني، فاستني لما الشهر يخلص. ماشي يا منال، شكرا جدا، اتفضلي. ادخل يا مراد. بص يا ريس، انا معاك قلبا وقالبا لحد ما نقفش ابن الهرمه اللي عمل كده، وبقول لك ايه، انا شاكك في حد. مين هو؟ انت واثق قوي من الناس القديمه اللي كانت معاك؟ انت دخلت في حته وحشه قوي 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 يا مراد، ودي حاجه تبدا تحسسني ان انت عندك مشكله. القرصه اللي بتجيلك من اقرب الناس ليك، وانا ياما اتوجعت من ناس قريبين مني كنت فاكرهم صحابي واخواتي، لكنهم بهدلوني وضحكوا عليا وعملوا وسووا. خلاص يا اسطى. لا يا ريس، خلاص يا اسطى والله صوتك عالي. خلاص يا مراد، خلاص انا مش جبت لك سماعه بدل اللي اتسرقت، قلت لك رز بلبن وما خدتش منك ال 20 جنيه الفرق. خلاص. شاكك في مين انت يا مراد؟ قال لي بصراحه يا ريس، لو من الناس الجداد فانا شاكك في فاطمه، لان هي الوحيده اللي مسؤوله عن الاستوديو، وهي الوحيده اللي العده بتدخل وبتخرج وبتتمم عليها، وهي في اليوم ده ما جاتش اصلا. فهي ما جاتش ليه؟ اكيد كانت مطبخاها مع حد يا ريس. ده حقيقه فعلا فاطمه ما جاتش اليوم ده علشان كان عندها ظرف في البيت، فكانت محتاجه انها تغيب يعني، خصوصا ان التصوير كان ليلتها يوم متاخر جدا والناس بتمشي بدري، واي حد بيقعد فبياخد اوفر تايم، وانا ما بحبش ادي اوفر تايم بصراحه، فيعني فبدي يوم اجازه قصاده مثلا. والله عندك وجهه نظر يا مراد، بس مش يمكن انت يا مراد بتبعد اعين واصابع الاتهام عنك؟ الله اعلم. واخيرا وليس اخرا، فاطمه جايه. بص يا فاطمه، انت المسؤوله عن الاستوديو صح؟ انت يا فاطمه المسؤوله عن ان كل يوم تصوير انت بتعملي جرد قبل وجرد بعد صح؟ يا فاطمه انت اليوم ده اعتذرتي وما جيتيش، حصل. تفتكري بقى يا فاطمه انت المفروض تشيلي جزء من المسؤوليه؟ قالت لي بصراحه انا ما كانش المفروض اعتذر يومها، لكن من حقكم انكم تشكوا فيا. يا فاطمه انا واثق فيك يا ستي ومش مسرقك خالص. في حد شك فيه؟ لا. قلت لها يا فاطمه في حد شك فيه بالحاجات القديمه؟ قالت لي بصراحه في ناس انا مش مرتاح لهم، لكني لا افضل خالص اني اتكلم عن حد، لان ساعتها هبقى ايه، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا بنت الذين يا فاطمه جبتيها لي هنا، يلا يا حديده، يلا يا تيحه، يلا يا لؤي، نقعد احنا الثلاثه مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. حديده كان رايه من رايي وقال لي بص يا ريس بصراحه انا شاكك في عهد. قلت له اشمعنى؟ قال لي بص، هو اولا عهد كانت موجوده وقت التصوير. قلت له طب وايه اللي فيها؟ ما منال كانت موجوده وقت التصوير. قال لي بس عهد هي الوحيده اللي كانت بتقول انه اتسرق منها بعد ما كل واحد يقول انا اتسرق مني. لما واحد يقول انا اتسرق مني كذا تقول انا كمان اتسرق مني كذا. طب ليه ما نقولش ان حسن، ان اول واحد دايما بيبلغ عن الجريمه بيكون غالبا هو اللي عمل الجريمه يعني؟ ما ممكن منال يا حديد، لان منال هي اللي عملت دوشه، وهي اللي قالت لازم تكلموا مستر يحيى دلوقتي حالا، وخلت حد من الناس اللي كانت شغاله من قبل كده، الناس القديمه، يكلمني يقول لي ده احنا اتسرقنا وحصل كذا. تصدق صح؟ ممكن منال. طب مراد ما تشكوا فيه بنفس المنطق اللي شكيتوا فيه في عهد، انها قالت انها عشان يعني قالت انا اتسرق مني اندومي، طب ما ده انا اتسرق مني 35 جنيه. بس حديد قال لي بص يا زعيم بصراحه هو جات فيلينج كده فاهم، واحساس داخلي بنسبه كبيره هي عهد. كلمته بياسمين، قلت له ابو ياسمين احنا عايزين النور يقطع، الكلام ده كان تاني يوم على طول يوم الثلاث، عايزين النور يقطع الساعه 1، وما قلتش لاي حد خالص، ولا حديده ولا تيحه ولا لؤي ولا اي حد، وفعلا النور قطع الساعه 1. فتلقائيا كل الناس اتجمعت في اوضه واحده بس عشان الكاميرات فاصله بقى خلاص، فطبعا كله هيقعد جنب كله، وكله هيبقى قاعد مراقب الكل، الا شخص واحد بس ما كانش مركز مع حد قد ما كان مستعجل وعايز يمشي ومش مرتاح وحاسس ان في حاجه غلط بتحصل. سحس عايز يسجر، بس لا معلش احنا كلنا قاعدين هنا، اي حد هيبان انه ما هيبدا يتشك فيه، فبدا يتعفرت ويتوتر ويبان عليه انه متعصب بس كاتم نفسه. احنا كلنا قاعدين مع بعض في نفس الاوضه عمالين بقى نتكلم وندردش ونهزر في اي حاجه، بس كلنا عارفين ان سحس متوتر علشان ما شربش السيجاره. الناحيه الثانيه فاطمه متعفرطه علشان اولا السرقه في وشها لان هي المسؤوله عن العده، ثانيا لان هي اصلا شخص عنده انكزايتي وADHD وبتبقى متوتره وبتتكلم بسرعه كتير جدا. منال ابتدت تتعفرط لان دي مش حاجه طبيعيه، احنا المفروض قاعدين في مكان كويس، زي النور يقطع احنا في مكان حلو ومكان نضيف، ازاي حاجه زي كده تحصل؟ ابتدت هي كمان تتعصب. مراد الناحيه الثانيه مفيش بقى كمبيوتر شغال عليه، مفيش سماعات في ودانه، فقاعد بيكلمنا بصوت عالي، فصوت مراد العالي في الكلام مع هدوئي المطلق وعدم كلامي اطلاقا، قاعد بس ببص للناس وهي بتتكلم مع بعض، تيحة وهو عمال يجرجر الناس في الكلام ويتكلم معاهم عن حكاوي في اسوان، توتر دي كلام دي بسرعه، صوت ده العالي، ولان اللي عايز يسجر يا جماعه انا ربع ساعه وجاي. خرجت من هنا سمعوا صوت الباب بتاع المكتب ده وهو بيقفل بالمفتاح. ايه ده يا يحيى انت قفلت على الناس بالمفتاح؟ هقول لك ما هي القصه دي ما حصلتش. حديده لانه ذكي اول ما سمع صوت تكه المفتاح راح قايل
طيب بصوا يا جماعه، بما يرضي الله الكاميرا دي سعرها 150,000 واحنا لسه ما عملناش جرد ومش عارفين هل اتسرق عدسه تانية ولا اتسرق حاجه تانية مع الكاميرا، فممكن الحاجات اللي اتسرقت تكون برقم محترم جدا، و1,000,000% اللي سرق حد في الاوضه دي. فبيننا وبين بعض اللي خدها يطلعها، ومش هنقول والله العظيم 3 ما هنقول لحد، ووالله هنداري على بعض. انت كمان هتشك فينا؟ راح له اي رد عليه قال له استهدى بالله، لان يحيى شك فيا انا شخصيا، ده كان قاعد بيستجوبني. منال قالت بجد انا الحقيقه سمعته وهو بيتكلم معاك. فاطمه ايه ده، هو بجد شك في لؤي؟ يا نهار اسود ومنيل، ده اكيد شك فينا كلنا. طب ايه تفتكروا ممكن يعمل ايه؟ تفتكروا طب لو الكاميرا دي ب150,000، احنا دلوقتي كده كام؟ احنا 15، يعني هيدفع كل واحد 10,000 جنيه. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل، ده هالقبض كام اصلا عشان يتخصم من كل واحد فينا 10,000 جنيه؟ طبعا لا، يعني مين ده اللي يخصم مننا؟ هو ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده ومش من حقه. لا هو نجينا للحق، هو حقه وحقه حقه. انت تلاقيك انت بتدافع كده عشان انت اللي سرقت يا ابني. طبعا وانت هتبقى خسران ايه؟ خدت كاميرا ب150,000 وهتدفع 10,000 جنيه بس، فانت طبعا كسبان. ايه ده انتوا بتسرقوني، انتوا مش عارف ايه، انتوا مش شايفين نفسكم، ده انتوا مش عارف ايه، ده الحرامي النتن واخد مني 35 جنيه، وهو في حد برضه هيسرق 35 جنيه؟ ده انت تلاقيك قلت كده وخلاص علشان بس تقول انك انت اتسرق منك حاجه، انما انت اكيد ما تسرقش منك حاجه، وانت شكلك انت الحرامي يا مراد. وانا قاعد بره وسامع الدوشه دي كلها ومستني اسمع رد فعل معين. فتيحه بقى بيقول يا جدعان ما تخافوش، والله العظيم 3 ما حد هيقول. اقول لكم على حاجه، تعالوا مع بعضينا كده نتفق ان احنا اول ما هنطلع اللي خد الكاميرا هيجيبها. يا جماعه احنا لو مشينا دلوقتي الحرامي هيفلت بفعلته ومش هيتعرف هو مين. ففاطمه قالت لا طبعا، ازاي؟ ما لو اللي سرق اختفى هيتعرف كده خلاص ان هو اللي سرق. فمراد راح قايل يبقى احنا كلنا ما ينفعش نمشي من الشغل، وكلنا مضطرين نكمل، فهنكمل في شركه بنتسرق فيها وبنتسرق فيها. ده ايه الظلم ده؟ هنكمل غصب عننا؟ لا ما انت كده تبقى غشيم يا صاحبي، احنا ما ينفعش نمشي، لان اللي سرق ده هيغفلنا كلنا، واللي سرق ده ما سرقش حاجه هينه، هو بدأها بدبوسه بس وصل بيها في الاخر لايه؟ لكاميرا ب150,000 جنيه. ما انا راحت قايله له بقول لك ايه، احنا محتاجين نفتش عربيتك. لا يا نهار ازرق، بس كده؟ اتفضلي يا ابله المفتاح فتشيها عادي، هو راكب نيسان صني الشكل القديم اللي هي 2010 دي. كل ده وانا مستني رد فعل، مستني التنشن جوه الحله البريستو، حرفيا بقى في ضغط جوه، الناس مش علله. حديده فاهم وتيحه فاهم ولؤي فاهم. فحديده بيقول يا جماعه انا من معرفتي بيحيى، قلت يا نهار ازرق، حديده قلت يحيى ما قلتش الزعيم ولا المدير ولا القياده. حديده بيقول لهم انا من معرفتي بيحيى يعني على مدار السنين اللي فاتت دي، فهو مش فارق معاه الحاجه اللي اتسرقت قد ما فارق معاه احساس ان انت ضحكت عليه. فيا جماعه والله يحيى كده كده هيعرف. طب يا جماعه انتم متورين لان انا بجد عندي ميتنج الشغل التاني. ايوه انا كنت مستني اسمع اي حاجه، ورنت الكلمه اللي انا سمعتها دي دقيقتين بالظبط. رحت فاتح الباب قلت يا جماعه خلاص اللي عايز يتفضل، واعتبروا ان ده اخر شهر للجميع، والجميع ده انكلودنج كله بلا استثناء. ربنا يعوض عليا وخلاص حصل خير. طيب انا واقف بره يا جماعه لو في حد عايزني في حاجه. رحت طالع بره، حسن طلع يشرب سيجاره، واللي لمت شنطتها واللي لم حاجته. في الطلعه طلعه عهد، ووراها حديده، وراها تيحه، وراها منال، وراها شلبايه. بقول لك يا تيحه انتوا مش كان عندكم مشوار انت وحديده؟ قال لي عهد كانت مكشره جدا. قلت لها مالك يا عهد مكشره كده ليه؟ اتسرق منك كاميرا انت كمان ولا ايه؟ قالت لا بسرعه يعني الموضوع موترني جدا، والموضوع ان النور قطع وانا عندي انكزايتي ومش بحب خالص الاماكن الضيقه، وكمان انت قفلت علينا وحسيتني احساس مش حلو خالص، واحنا بجد مش كده خالص، الموضوع ده مش حلو، وكمان عندي ميتنج. قلت لها الميتنج فين؟ قالت لي في المعادي. قلت لها الميتنج الساعه كام؟ قالت لي الساعه 2. قلت لها فاضل نصايه والطريق بياخد تلتايه من هنا للمعادي، فاستاذنك بس اركبي معايا العربيه 10 دقائق عايزك. قلت لها بصي يا عهد انا عايز اجيب من الاخر، احنا كنا عاملين. قالت لي يحيى الكاميرا معايا. يعني جحظت كده اللي هو ايه الكاميرا معايا ليه بقى؟ لان انا شفتها بتتسرق قدام عينيا، فخفت على الكاميرا انها تتسرق، فرحت واخداها وحطها في شنطتي علشان شلبايه بيدخل ناس ملهاش 30 لازمه في الاستوديو اصلا. حرام عليك يا عهد يا شيخه، يا شيخه وقعتي قلبي، حرام عليكي. انا قلت من الاول عهد لا يمكن تخون العهد، يعني ده انت اسمك عهد، حرام عليك. طب ما قلتلناش ليه؟ قالت انا كنت مستنياك تيجي علشان اقول لك، وما حبيتش اقوله قدام الناس علشان دول كلهم ما حدش فيهم هيقدر وما حدش فيهم هيفهم، لان كلهم زيرو اكسبيرينس في الشركات وما حدش فيهم عارف اي حاجه.
حرام عليكي والله العظيم خضتيني، بس الحمد لله الحمد لله. ايه اللي حصل امبارح في التصوير؟ أنا لقيت ناس غريبه، الشنطه اللي كان فيها الكاميرات كانت طالعه بره الدولاب بتاع العده وكانت في بلايند سبوت، الكاميرا مش جايباها، فلقيت حد بيلعب في الشنطه فقلت له استاذنك بس ثواني عشان عايزه حاجه، ورحت واخده منها الحاجه وخبيتها لان انا بجد خفت على الكاميرا انها تتسرق. لا والله برافو عليكي بجد انك عملتي كده، شكرا بجد شكرا. تي 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 تي. قعدت اكلكس لتيحه، قلت لها شايفه تيحه وحديده كانوا رايحين فين؟ ما احنا كده كده معانا صور بطايق الناس، كانوا رايحين العنوان عندك علشان يكلموا حد عندكم ويقولوا ان انتوا اتسرق، ان انت ممكن تكوني سرقتي حاجه، لان حديده وتيحه وشلبايه كانوا شاكين فيكي جدا. يا نهار اسود والله العظيم بجد حرام، انا مش هكمل. قلت لها حقك طبعا حقك تكملي في شركه الناس اللي فيها مسرقاكي وانت اصلا عامله خير، وشكرا اني خايفه على حاجتي. ايوه لان دي امانه وده اكل عيش وانا بنت ناس على فكره. قلت لها طبعا. ايه عماله كلكس على حديده وتيحه ومشيت وراهم بالعربيه في الشارع الجانبي اللي احنا فيه يعني، ففهموا ان انا بقول لهم ينزلوا، فجم هم الثلاثه. حديده من اول يوم عهد دخلت فيه الشركه من بعد الانترفيو انا قايل لك ايه، حديده قال لي انها بنت ناس وانها شبعانه وكويسه وبني ادمه محترمه يعني. قلت له الله ينور عليك وبما يرضي الله يا تيحه، انت رايك ايه في عهد من اول يوم؟ قال لي لا بصراحه يعني ما يتخيرش خالص عن اللي حديده قاله يعني. الباية انت مدين باعتذار من فضلك لعهد. لا بجد مش عايز اعتذار ومش عايزه حاجه، انا عايزه بس ان انا شكرا يا جماعه انا اشتغلت معاكم شويه دول، مش هشتغل تاني وكفايه قوي لحد كده. يا شلبايه لو سمحت محدش يدخل الاستوديو غير الناس اللي ليها علاقه بالتصوير، لان هي شافت حد وانا شاكك في فلان او علان. مين اللي كان بينبش في الشنطه يا عهد؟ لا مش هينفع اقول، دي امانه، انا مش عايز اسلم حد. هو كان بيحاول، انا خفت فخدت الكاميرا، لكن هو ما عملش حاجه دايركتلي، انا بس كنت قلقان على الكاميرا انها تتسرق. طيب يا شلبايه الحاجات دي بعد كده يا ريت ناخد بالنا منها، بعد اذنك يا تيحه طبعا، بعد اذنك يا حديده طبعا، وتتكلموا مع فاطمه ان مفيش حاجه اسمها يوم تصوير هي ما تكونش موجوده. شكرا يا عهد. هتجيب الكاميرا امتى؟ هي الكاميرا في البيت، هجيبها النهارده بالليل، بس اروح اخلص الميتنج وبعد كده اروح البيت اجيبها. شكرا يا عهد، احنا اسفين جدا ان احنا ظلمناكي. نزلت عهد من العربيه، ركب حديده وتيحه. Do you feel anything؟ قال لي نو. تمام بالليل هنقابل عهد، وكانت قلقانه جدا. بعد اذنكم انا عايزه حديده ويحيى يكونوا موجودين، ومش عايزه ولا فلانه ولا فلانه، دول من الناس القديمه، ولا منال تكون موجوده خالص بجد. تمام. وانا كنت هكلم المحامي واخد اي اجراء قانوني علشان اللي حصل ده اتهام صريح ليا. تمام تمام تمام. انت فين دلوقتي؟ انا جاي اهو، نتقابل فين؟ خلونا نتقابل في مكان عام، انا مش عايزه اجي الشركه دي تاني، انا استقل. مين اللي بتتكلم معاها؟ واحده شغاله معانا HR من الناس القديمه يعني. هنتقابل في سلنترو اللي في الداون تاون، قاعدين كلنا ومستنيينها تيجي. وصلت عهد. مين اللي قاعد؟ انا وحديده وتيحه والHR على الواقف كده. فتحت الشنطه، طلعت منها الكاميرا والشاحن والباور سبلاي اللي هو بديل الشاحن والبطاريه السبير والجريب. انت ايه هتنزليها على دوبيزل ولا ايه؟ كان ناقصها العلبه والله. تشربي ايه؟ لا بجد انا مش عايز اشرب حاجه. يا جماعه انتوا مش كنتوا عايزين تشربوا حاجه؟ ايوه انا رايح اشرب. فقام تيحه وقامت معايا الHR، فبقول له حديده انت مش قام؟ قال لي لا ما انا ما بشربش كافيين. اشرب هوت شوكليت. لا ما الدنيا لسه ما بقتش ساقعه. حديده لما بص يا عهد، الفيلم اللي انا عملته الصبح ده علشان تخرجي من الشركه وانت رافعه راسك ومحدش يبقى شاكك فيكي او يقول عليك ان انت سرقتي، بس انت حراميه يا عهد. لا انا ما بسجلش والله موبايلي اهو تمام، اتفضلي خليه في ايدك. من فضلك احترمي ذكاء الشخص اللي بتتكلمي معاه. انا كمان ابن ناس، بس وانا صغير كنت بسرق علامات العربيات المرسيدس. وانا صغير في الفسحه كنت افتح شنطه واحد اطلع منها السندوتشات احطها في شنطه حد تاني، اخد الكتاب من شنطه واحد واحطه عندي او اخبيه علشان المدرس لما يجي يسال على الكتاب ما يلاقيش الواد ده معاه الكتاب فالواد يتضرب. كنت بستمتع يا عهد وانا شايف الناس بتتسوح، بحس جوايا ان انا بنتصر، بتغلب على نقص معين جوايا باحساس ان انا اذكى واني بسوح الناس واني عبقري واني داهيه واني ميه من تحت تبن. لحد ما حصل في مره واتقفشت قدام الناس كلها واتمسح بكرامتي الارض واتهنت وشكلي كان وحش قدام الجميع. فانا بديلك فرصه انك تفلتي بيها عادي جدا، وان ولا يتمسح بكرامتك الارض ولا حد يهينك ولا حد يقل منك ولا حد يكسر نفسك ويسمعك كلمه انت مش حباها، وخارجه قدام الناس كلها راسك مرفوعه وان انت عملتي عمل بطولي علشان خايفه على الكاميرا انها تتسرق. على فكره انا كنت خايفه بجد على الكاميرا انها تتسرق. قلت لها عهد انت واخده الكاميرا بالشاحن بالباتري جريب بالبطاريتين بالباور سبلاي اللي بديل البطاريه، انت كان ناقص العلبه. كاميرا ايه اللي هسرقها؟ انا بص ماسكه موبايلها وفاتحه دي الكاميرا بتاعتي، انا عندي كاميرتين. قلت لها انا مش هسالك جايباهم منين. عهد الموضوع غير قابل للنقاش،
انت سرقتي ده، وانا ما حبيتش انك تخرجي بشكل وحش وقفشك من الاول خالص من ساعه الفلوس اللي اتسرقت. ايه انت كمان؟ قلت لها انا عارف ان انت اللي سرقتي الفلوس. لما فلانه قالت انا اتسرق مني 600 جنيه رحت انت قايله نفس الرقم اللي اتقال وخلاص. بس انت من قبلها بيومين كنت بتستعجلي على القبض، بتسالي هو احنا هنقبض امتى، لان انا مش معايا جنيه. كاميرات المراقبه في كل مكان في الدنيا بتسجل صوت وصوره. يا عهد احترمي ذكاء الشخص اللي بتتكلمي معاه، واحترمي ان انا سبتك تخرجي رافعه راسك، وان كل اللي موجودين دول ما حدش فيهم عارف حاجه، بل بالعكس انت خرجتي من هنا زي البطله ومحدش في الدنيا مس سمعتك بحاجه. بس محدش هيسيبك تعملي كده تاني، ولو رحتي مكان تاني وسرقتي حاجه ان شاء الله لو سرقتي شماعه محدش هيسيبك تطلعي كده. انا لولا بس ان انا عارف بجد من جوايا يعني ايه الانسان يعمل مصيبه ويتفضح او يتقفش وعارف وجعها، انا ما كنتش سبتك. كلنا عندنا مشاكل، كلنا تعرضنا لبلاوي زرقاء، كلنا عملنا حاجات كتير جدا عشان نلفت الانتباه. ومش عايزك تعترفي ولا عايزك تعتذري، عايزك تسكتي خالص وما تقوليش اي حاجه. وانا عارف ان احنا هنروح هنعمل جرد هنلاقي في حاجات تانية اتسرقت، حلال عليكي انا مسامح، ومش دي اول مره تسرق يعني، انا ياما اتسرقت. من فضلك لما تروحي مكان تاني تشتغلي ما تسرقيش وما تقوحيش وما تقوليش شكرا وما تقوليش اسفه وما تعترفيش بحاجه. قولي سلام عليكم واتكلي على الله. واتمنى من كل قلبي ان سكاكنا ما تتقاطعش ابدا مع بعض مدى الحياه. تصبحي على الف خير وليلتك زي العسل وربنا يوفقك يا رب. واتمنى من كل قلبي انك ما تعمليش كده تاني. اتفضلي. عملت كده وراحت قايمه واخده شنطتها وماشيه. رنيت على حديده فجه حديده وتيحه والاتش ار. انت عارف طبعا يا يحيى انها اللي سرقت صح؟ قلت لهم اه طبعا، وقلت لها دلوقتي ان انا عارف انها سرقت وعملت وسوت. حرام عليك الاتش ار بقى، انت كان المفروض تحبسها. فعلا بصراحه يا زعيم كان المفروض يعني ان انت تاخد حقك. الحرفه والذكاء في اخذ الحق هو انك تاخد حقك بطريقتك، ودي طريقتي. ما كنتش اصلا عايز اقعد معاها واقول لها ان انا عارف انها سرقت وهكذا، غير لما لقيتها بتقاوح وبتحاول تدافع عن نفسها. وان دايما طريقتي ان انا هسيب لك باب تخرج منه مهما كان الوضع ايه. كم واحد مننا وهو صغير ابوه دخل قفشه وهو ماسك الموبايل او فاتح الكمبيوتر على حاجه مش ولا بد، انه لما يقول لابوه دي حاجه طلعت فجاه لوحدها وما عملتش كذا. كم واحد كان يتمنى ان ابوه يصدقه ويسيب له مخرج ويقول له طيب باخد بالك بس وما تدخلش على المواقع الوحشه دي علشان بس ايه ما تاخدش ذنب. كم واحد فينا كان يتمنى ابوه يقول له الكلمه دي بدل ما يمسكه يلطش له. كم واحد كان يتمنى انه ما يتقفش من المدام او من الحبيبه او من الرفيقه ان هو قاعد بيكلم واحده تانية بتعمل مصيبه اهو انت غلطان. كنت هتحب ساعتها ان انت لما تقول لها لا والله دي واحده زميلتي في الشغل عادي وكلامنا كله اصلا عباره عن ازيك عامل ايه صباح الفل، بس هي شافت وهي بتقول لك يا بيبي او يا حبيبي او يا ماي مياو مياو. لان لو المره دي سيبنا لك مهرب المره الجايه مش هنسيب لك مهرب. انت كده غلطت، سواء غشيت في امتحان، سواء خنت شريك حياتك، سواء خنت ثقه اهلك، سواء خنت نفسك، سواء سرقت. كل دي خيانه امانه، وكلنا بلا استثناء غلطنا وبنغلط وهنغلط وهنفضل نغلط. بس كلنا نفسنا ان احنا لما نغلط نلاقي في سبب يخلينا ما نغلطش تاني، والسبب ده هو ان بجد حد يدي لك فرصه تانية ويقول لك خد بالك انا قفشتك وعرفت انك عملت كذا بس مش مسموح لك تعمل الحاجه دي تاني، لان بجد المره الجايه ما فيهاش. وبس يا سيدي. محدش في الشركه غير طبعا الفريق القديم هم اللي كانوا عارفين ان العهد هي اللي خانت العهد، رغم انها مشيت وهي لسه بتنكر. لكن انا لو رجع بيا الزمن بدل المره 1000 هشغل نفس الناس وهشتغل معاهم وهتحصل نفس المواقف. ولو عهد سرقت 1000 مرة كنت برضه هسيب لها الفرصة الأخيرة، لأن في الأول وفي الآخر يا عهد اللي بيخون نفسه. وعلى رأي أمي يا بخت اللي تحبه ويا بخت اللي يبقى جنبك وحواليك يا عم يحيى. وبس كده، سلام عليكم. استناني الأسبوع الجاي في قصة جديدة عن الريل استيت، وإحنا بنتكلم على بلاوي زرقاء تانية حصلت معايا في الريل استيت. ويلا خلينا نشغل الشغل ونحكي قصص مش مهم تسمعها. وبس كده، سلام.